اهلا بيكم يا جماعه معايا، والنهارده هنتكلم عن نوع جديد من انواع الادمان وهو ادمان التسوق. ادمان التسوق هو اضطراب قهري يدفع الشخص او يدفع الانسان لشراء اشياء ومستلزمات حتى لو ما كانش عاوزها، وحتى لو ما كانش معاه فلوس. وهنا الكارثه الكبرى اللي انا بفضل اشتري حتى لو ما عنديش قدره ماليه، او حتى لو كنت مش محتاج هذه الاشياء بفضل اشتريها. طب انتوا دلوقتي هتسالوني، كل الناس بتشتري، ايه الفرق بين الشراء العادي وادمان التسوق؟ الشراء العادي اللي انا بجيب المستلزمات او الحاجات اللي انا عاوزها وقت ما بيكون معايا فلوس. طب لو معيش فلوس مش هروح اشتري. لكن ادمان التسوق بيخلينا نشتري حاجات كتيره جدا حتى لو احنا مش عاوزينها، وحتى لو ما فيش في جيوبنا فلوس ممكن نستدين علشان نشتري هذه الاشياء. علشان كده دايما بنقول اللي بيعمل كده بيكون مدمن شراء او مدمن تسوق. طب يا جماعه ايه اعراض ادمان التسوق؟ اول حاجه معانا شراء اشياء وحاجات احنا مش محتاجينها، مش عاوزينها يعني، ومع ذلك بنشتريها. تاني حاجه معانا في الاعراض الشعور بالاثاره، اللي انت وانت بتشتري بتبقى مبسوط جدا ووشك مبتسم وفرحان وحاسس يعني اللي انت عملت انجاز كبير جدا في حياتك. ثالث عرض محاوله اخفاء هذه المشتريات عن الاسره او عن ذوينا، وحتى لو احنا مديونين بنحاول نخفي عنهم هذا الدين علشان ما حدش يعرف اللي احنا بنعمله. رابع عرض فقدان السيطره، اللي احنا خلاص ايدينا بتبقى مرفوعه عن الموضوع، ما بنقدرش نتحكم في التصرفات بتاعتنا وبنفضل نشتري ومش قادرين نوقف. طيب العرض اللي بعد كده اللي احنا احيانا بنلجأ للشراء نتيجة الضغوطات اللي احنا فيها او التوتر اللي احنا فيه. ليه؟ لان اما احنا بنشتري كتير بنشعر بالسعادة، فدايما هتلاقي مدمن الشراء بيلجأ للشراء نتيجة الضغوطات والمشاكل اللي في حياته. العرض الاخير وهو تراكم الديون، الفلوس اللي في جيبنا بتخلص، بنبقى مديونين للأسرة، مديونين لاصحابنا، مديونين حتى للبنك، وبيكون علينا مديونيات كتيرة جدا ومش عارفين نسددها، ومع ذلك بنفضل نشتري. ليه؟ لان اللي بيعمل كده هو مدمن تسوق. طب هي ايه اسباب ادمان التسوق؟ اسباب ادمان التسوق تتعلق بمشكله اكبر شويه، مشكله نفسيه. علشان كده اول حاجه معانا في الاسباب هي العامل النفسي. بعض الاشخاص المصابين بالاكتئاب والقلق بيلجأوا للشراء علشان يحسنوا المزاج بتاعهم، اللي هو يشعر بسعاده. تاني حاجه الفراغ العاطفي. دايما مدمن الشراء بيكون عنده اضطرابات في علاقاته العاطفيه، سواء مع الزوجه او سواء مع صاحبته، فعلشان يعوض هذا الاضطراب بيروح يشتري علشان يشعر بالسعاده. ثالث حاجه نفسيه الاجهاد والتوتر. ممكن يكون مجهد وممكن يكون متوتر، لكن عمليه الشراء بتخليه يشعر بالسعاده، عشان كده بتلاقيه بيجري اللي هو يشتري حاجات علشان يشعر بالسعاده. طب تاني حاجه في الاسباب وهي العوامل الاجتماعيه والثقافيه. بمعنى ايه الكلام ده؟ وسائل الاعلام اللي حوالينا بتعمل اعلانات كتيره جدا دايما تربط فكره السعاده بالشراء. رخر بتلاقي الناس بيروحوا يشتروا حاجات كتيره جدا علشان يشعروا بالسعاده. هنا تاثير الاعلام واضح وصريح. ليه؟ لانه ربط في دماغ الانسان انت لما تشتري كتير هتشعر بالسعاده، وده طبعا غلط جدا. تاني حاجه وهي الضغط المجتمعي. بمعنى ان انا ممكن اكون عايش في مجتمع بيلبس شيك وماشي على الموضه، انا رخر بروح اشتري حاجات حتى لو انا مش عاوزها علشان اواكب هذا المجتمع اللي انا عايش فيه. ثالث حاجه وهي سهوله الشراء. بمعنى ايه سهوله الشراء؟ اللي دلوقتي زمان كان الشراء تقليدي، اللي انت كنت بتروح للمحلات وتتفرج بنفسك، لكن دلوقتي وانت ماسك الموبايل بتاعك بتخش على الانترنت تتفرج على كل حاجه، وممكن تشتري حاجات كتيره جدا وانت قاعد بمجرد ضغطه زرار. طيب ثالث حاجه معانا في الاسباب وهي العوامل البيولوجيه. دايما مدمن الشراء عامل زي مدمن المخدرات، عنده لخبطه في كيمياء الدماغ، واما بيشتري كتير ايه اللي بيحصل؟ الدوبامين بيتفرز بزياده، وزي ما احنا عارفين الدوبامين ده مسؤول عن اعطائنا الشعور بالسعاده والشعور بالمكافاه في العقل. فانا لما بقوم بعمليه شراء الدوبامين بيتفرز اكتر فبشعر بالسعاده، فبفضل اعمل الموضوع ده مرارا وتكرارا علشان اشعر على سعاده اكتر واكتر. طب ايه هي تأثيرات ادمان التسوق على الانسان؟ تأثيرات ادمان التسوق مش مجرد بتأثر بس على الحساب البنكي او بتأثر على الفلوس، بل تمتد لتأثيرات نفسية وتأثيرات اجتماعية. اول حاجة معانا التأثير المالي. ايه اللي بيحصل؟ اللي الشخص مدمن التسوق بيفقد فلوسه وبيلجأ الى القروض، بيلجأ الى كروت البنك، ودايما بتلاقيه مديون في كروت البنك ودايما حسابه صفر. ايه اللي بيحصل؟ اللي هو ممكن يتراكم عليه ديون، ممكن يخسر لو عنده ممتلكات بيبيعها، كل الفلوس اللي معاه بتتصرف. ده نتيجة التصرف اثناء عملية الشراء، اللي هو فقد السيطرة على نفسه، فبيفضل يشتري لحد فلوسه ما تخلص، بل بالعكس بيتداين وممكن يبيع ممتلكاته. ده التأثير المالي على الشخص مدمن التسوق، خسارة مالية من جميع الجهات. طب ايه التأثير النفسي؟ اول حاجة اللي هو بيشعر بالندم الشديد جدا بعد كل عملية شراء هو بيعملها. بيروح يشتري وبيبقى مبسوط جدا، هوب عملية الشراء خلصت بيشعر بالندم والحزن. طب تاني
حاجه في التاثير النفسي اللي هو دايما عنده اجهاد وتوتر وصداع في عقله بسبب الوضع المالي الزفت اللي هو فيه، اللي كل فلوسه اتصرفت، فدايما بيفكر انا هجيب فلوس منين، وبتلاقيه دايما مصدع ومكتئب. طيب النقطه الثالثه اللي هو بيفقد الثقه بنفسه وبيفقد السيطره على السلوك بتاعه، وبالتالي بيصل لمرحله زيها بالظبط زي مدمن المخدرات، وهي فقدان الثقه بالنفس وفقدان السيطره. طب ثالث حاجه معانا وهي التاثير على العلاقات الاجتماعيه اللي في حياه الشخص المصاب بإدمان التسوق. أول حاجة معانا بتكون المشاكل الزوجية. لو هو شخص متزوج دايما هتلاقيه في مشاكل مع مراته بسبب المصاريف الكتيرة اللي هو بيصرفها، أو بسبب الحاجات الكتير اللي هو بيشتريها وملهاش لازمة، أو بنقدر نقول التصرف المالي الغير مسؤول بيسبب مشاكل بينه وبين زوجته. ولو ما كانش شخص متزوج بيسبب له مشاكل بينه وبين والده ووالدته. ليه؟ لأن هو نفس التصرف اللي هو عنده تصرف غير مسؤول في المال بتاعه نتيجة عمليات الشراء الكتير اللي هو بيقوم بيها. طيب ايه تاني؟ اللي هو بقى بيبتدي يتعزل اجتماعيا عن الناس لانه بيشعر بالخجل، هو مش قادر يواجه الناس ويقول لهم اللي انا مثلا ضيعت فلوسي كلها في الشراء، او اللي انا اشتريت حاجات كتيره ملهاش لازمه، فبيبتدي يكون عنده شعور بالذنب والخجل، وده بيساعده اللي هو ينعزل عن المحيط اللي حواليه اكتر واكتر. طب لو الشخص ده كان بيشتغل بيفقد الوظيفه بتاعته. ليه بيفقد الوظيفه بتاعته؟ لانه اصلا ما بيقدرش يركز في الانتاجيه بتاعه العمل، كل عقله مشغول هجيب فلوس منين، هشتري ايه النهارده. طيب لو ما كانش شخص بيشتغل وكان شخص طالب جامعه، في الاغلب هتلاقيه بيسقط في الجامعه بتاعته. ليه؟ برضه لان عقله مشغول هجيب فلوس منين وهشتري ايه النهارده. يعني الخلاصه اللي مدمن التسوق حياته زيها بالظبط زي مدمن المخدرات، بيفقد السيطره، بيمر بعزله، بيمر باكتئاب نتيجه التصرفات اللي هو بيعملها في عمليات الشراء وهو مش قادر يسيطر على نفسه. بيشتري حاجات بزياده جدا وحاجات هو مش عاوزها، وبيصرف فلوس كتير جدا، وممكن يسرق علشان يحقق هذه المشتريات، وممكن يتداين علشان يحقق هذه المشتريات لمجرد اللي هو يشعر بالسعاده نتيجه قيامه بعمليات الشراء. علشان كده بنقول اللي ادمان الشراء خطره زي خطر ادمان المخدرات بالظبط. طب ازاي نعالج الشخص المدمن بادمان التسوق؟ اول حاجه لازم نفهم ايه الحاجات اللي بتدفعه للشراء. زي ما اتكلمنا الاول على الاسباب، اللي هو ممكن يكون وحده، او ممكن يكون مشاكل، او ممكن يكون ضغط، او ممكن اللي هو بيسعى اللي هو يدور على السعاده. لازم نفهم ايه السبب الرئيسي اللي بيخليه يروح يشتري علشان نبتدي نتكلم معاه في الحاجات دي، او نشوف هو بيشعر بالوحده ليه ونحاول نشغل وقته. تاني حاجه اللي احنا نبعده عن المحفزات الخارجيه، الاماكن اللي زي المولات، الاماكن اللي هو ممكن يشتري فيها حاجات. ثالث نقطة اللي احنا نحط له ميزانية صارمة، فلوس على القد، علشان ما يحسش ان هو معاه فلوس كتيرة فيروح يشتري حاجات ملهاش لازمة بالنسبة له. النقطة اللي بعد كده محاولة استبدال عادات الشراء بعادات صحية، زي مثلا اللي هو يقرا كتاب، زي اللي هو يروح يلعب رياضة، زي اللي هو يمارس هواية الرسم، يمارس هواية الموسيقى. نساعده اللي هو يستبدل عادة الشراء بعادات إيجابية. وحاجة كمان طبعا علشان سهولة الشراء من على الإنترنت، اللي احنا نحذف كل الابليكيشن الخاصة بالشراء من على الموبايل علشان ما تحفزوش اللي هو يشتري. وفي النهاية اللي هو المفروض يلجأ لمتخصص في العلاج النفسي أو العلاج السلوكي علشان يقدر يساعده ويحط له خطة يشتغل عليها علشان يتخلص من إدمان التسوق. وفي النهاية إدمان التسوق مش مجرد عادة سيئة، إدمان التسوق اضطراب قهري بيدمر حياتك كلها. الحل مش اللي انت توقف عمليات الشراء خالص، لكن الحل اللي انت تعيد التوازن لسلوكك الشرائي وتعيد التوازن لحياتك. إذا حسيت إن إدمان التسوق أو إدمان الشراء بدأ يأثر على حياتك بالسلب، وبدأ يخليك تبعد عن المجتمع اللي انت عايش فيه، وبدأ يخليك تشعر بالعزلة، وبيأثر على الشغل بتاعك، وبيأثر على فلوسك، هنا هو الوقت المناسب اللي انت تطلب المساعدة وتبدأ رحلة التعافي للتخلص من إدمان التسوق. احنا معاك علشان نساعدك في رحلة التعافي الخاصة بيك. وما تنساش إذا عجبكم الفيديو لايك والشير. كان معكم وليد خطاب، Addiction Recovery Coach.